القرص المبسوسة الفلاحي، تقدري تحشيها عجوة وتقدري تسيبيها سادة، تنفع في الفطار، طرية وجميلة وهشة، حلوة جدا جنب كوباية الشاي كده. بصوا قلبها، بصوا عاملة ازاي، والطريقة سهلة. يلا بينا. معايا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، ورشة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكوباية الا ربع سمنة على زيت. انا كنت مدفياهم على النار. هبتدي بقى الدقيق ده كويس جدا، عايزة اشربه السمنة بتاعتي دي كويس قوي 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 يعني. دي اهم خطوة عشان تبقى مبسوسة زي ما بيقولوا، ويطلع النتيجة. بصي تمسكيها مع بعض تتلم على بعض كده. بصوا عاملة زي الرمل. معايا كوباية الا ربع من الحليب الدافي، وعليه معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقتين كبار من السكر. وهبتدي اقلب الخليط ده، وانا حطيت عليه كيس من الفانيليا. تقدري تحطي اي نكهة بتحبيها او ما تحطيش حاجة خالص. هسيب بقى اللبن بتاعي دي الخميرة تفور فيه، وبعد ما تفور هبتدي اعجن بيه بقى. هتلاقي العجينة في الاول ثابت كده وبقت مية، انتي هتقولي دي باظت. لا، هو المقدار ده مظبوط جدا على نص كيلو دقيق. هتبتدي تلم معاكي واحدة واحدة، هتلاقيها لمت. بس تشتغلي بسرعة عشان اليومين دول الجو ساقعة، ممكن السمنة تكتل في ايديكي وتسقع. والنتيجة بتطلع، بصوا العجينة عاملة ازاي، ناعمة وحلوة. بصوا تعمل كورة ملسة. هسيبها بقى تختمر على حسب بقى دفيها كويس، اليومين دول الجو ساقعة. ابتدي هبطها بقى من الهواء اللي فيها. وانا محضرة كنت عجوة او معجون التمر، عجنته بمعلقة من السمنة وعملت منه كور. هبتدي اخد جزء من العجينة زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي اشكل بمنتهى السهولة. اهم حاجة اقفل الحتة اللي تحت دي كويس قوي، اعملها زي السرة كده، وانا بملس العجينة على الرخامة عشان تبقى سطحها املس. وهبتدي اديها خطين كده. هاخد واحدة تانية واوريكم. سهلة والعجينة مطوعاكي وما بتاخدش، عايزة اقولك ما بتاخدش. هي اطول وقت فيها هي التخمير. لو الجو كمان دافي شوية مش هياخد اي وقت، بس هي احلى حاجة في الجو ده بصراحة تتعمل. وتعمليها صغنطوطة كده على قد الاكلة، ما تكبريش فيها، بتبقى حلوة وجميلة. اي طفل كده ممكن ياخد واحدة وما يرميهاش. انا عاملة حجم العجينة قد الليمونة كده المتوسطة. هبتدي بقى اكمل تشكيل زي ما انت شايفة، وهسيب العجينة بتاعتي دي تخمر، القرص بتاعتي تخمر شوية لمدة بس ربع ساعة، ما تخمرش قوي. وهديها مسحة من اللبن بعد كده. اللبن ده بيوحد لونها ويخليها طالعة ذهبي من الفرن. وادخلها على فرن متسخن على درجة حرارة 180. هتطلع معاكي بالنتيجة دي روعة، وهتملي البيت ريحة الخير. حاجة كده حلوة وتنفع في الفطار، توفر معاكي. وطرية، مش ناشفة، بالعكس طرية جدا. يعني ممكن تقعد معاكي مدة وتفضل طرية، وتقدري تعملي منها كمية وتشيليها في الفريزر وتطلعيها على التسخين. بصوا قلبها عامل ازاي، روعة روعة روعة.